مهمة جدا نبتدي بيها حلقتنا، نفهم منها ايه اللي بيحصل فيما يتعلق بأرض نادي الزمالك وأمور أخرى مهمة. دكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك. يا دكتور كمال أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. مساء الفل، ازيك يا كابتن؟ أخبار حضرتك ايه؟ طمني عليك. أهلا وسهلا بمعاليك. وخلينا أسألك سؤال مباشر النهاردة، ايه اللي حصل؟ نفهم الناس ونشرح لهم ايه اللي حصل فيما يتعلق بأرض نادي الزمالك. يعني سلامنا اولا للناس الجميله اللي قاعده مع حضرتك وجمهورك العظيم. ربنا يبارك في عمرك. الله تسلم يا دكتور يا جميل. الله يكرمك. حضرتك عارف طبعا ان ملف ارض الزمالك بالنسبه لمجلس الاداره وبالنسبه للنادي ده امر مش مجرد يعني امر عظيم، وده حلم القلعه البيضاء وحلم جماهير نادي الزمالك، وبالتالي النادي بيتحرك في كل الاتجاهات اللي باذن الله توصلنا للحصول على حقنا. ان شاء الله. من ضمن الاتجاهات دي احنا قررنا ان نقيم دعوه قضائيه لالغاء القرار الباطل من وجهه نظرنا الصادر من جهاز حدائق اكتوبر. فالنهارده كانت الجلسه يعني اول جلسه لنظر القضيه دي، وبفضل الله ترافعنا واوضحنا ان ده قرار منعدم، قرار باطل، وبكل صراحه كده قلنا ان الجهاز خالف كل الاجراءات المتبعه واللي القانون بيقول عليها في خصوص قطعه ارض الزمالك. طيب احنا كده بنتكلم ان شاء الله باذن الله امتى يتم النظر في القضيه مره اخرى، النظر الاخير زي ما فهمنا او سمعنا؟ احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا النهارده كان اول جلسه. الجلسه اتاجلت ل 23/12 لايداع تقرير هيئه المفوضين. كويس. احنا كان مهم بالنسبه لنا النهارده ان نوضح صحه الموقف القانوني لنادي الزمالك، وان الاجراءات اللي اتخذها الجهاز واتخذتها الهيئه للاسف هي قرارات غير صحيحه وغير سليمه، وان المجلس في الحقيقه يعني بخصوص الملف ده تحديدا لم يخطئ، بل كل الاجراءات اتبعت بشكل قانوني، وان اجراء السحب او الاجراءات اللي تمت مع النادي او اللي تمت بخصوص الارض اجراءات يعني مستغربه جدا، اجراءات احنا شايفين انها ما كانش يجب انها تتم. احنا قدمنا ملف كامل يثبت صحه موقفنا، يثبت بطلان القرار الصادر بالسحب. طب هو يا دكتور المفروض يوم 23 ده ميعاد النطق بالحكم، ولا من الوارد ان تؤجل مره اخرى؟ لا، الجلسه القادمه باذن الله ده تقرير هيئه المفوضين. يعني مجلس الدوله ليه نظام كده، لازم يودع تقرير من هيئه المفوضين. نسال الله باذن الله ان التقرير يكون في صالحنا والجلسه القادمه تحجز للحكم باذن الله. طيب عظيم. خليني اسال حضرتك فيما يتعلق بقى بالشق الثاني، تحقيقات النيابه وصلت لفين؟ في معلومه نقدر ناخدها من حضرتك فيما يتعلق بهذا الشق قبلها؟